مساء الخير، اهلا بيكم في اسهل طريقه مع مين. النهارده هنعمل مع بعض صينيه فراخ مشويه في منتهى الروعه، تتبيله كده حاجه هتاكلوا صوابعكم وراها. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب بقى الفراخ بتاعتي وهغسلها كويس قوي واصفيها، لازم ما يكونش ريحتها زفاره خالص، وهقطعها نصاص كده وهحطها في الصينيه بتاعتي. حابه تقطعيها اربع براحتك. هجيب بقى التتبيلة اللي هي عبارة عن معلقة كبيرة من الثوم المهروس، هحط عليه ملح حسب الرغبة، ومعلقة صغيرة من كل حاجة هقولها: بابريكا، كمون، فلفل اسود، زعتر، بهارات السبع بهارات، وبودرة الثوم. كل ده هنحطه على الثوم بتاعنا، وربع كوباية زيت زيتون، وهنحط ليمونة معصورة، معلقتين من الزبادي علشان يطري لي بقى الفراخ جدا ويخلي لحمها دايب. وهنقلب الخلطة دي على بعضها كده كويس، وهننزل بيها على الفراخ بتاعتنا، وهغطيها وهسيبها في التلاجة اقل حاجة ساعتين تتشرب كده التتبيلة الحلوة دي. وبعد كده هدخل بيها على فرن 180-190 بحيث ان هي تتشوي. طلعنا الفراخ بتاعتنا من الفرن بعد ما الريحة جوعتنا على الاخر. ريحة ايه بقى؟ مش معقولة. جنبها شوية رز ابيض وشوية سلطة، ويا سلام، اكلة تحفة تحفة. لازم تجربوها، وان عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يجيلكم كل جديد. ودي كانت طريقة عمل صينية الفراخ المشوية في الفرن بالخلطة السرية بأسهل طريقة مع مين.